أهلا ميفولكين، مساء النور. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اجي اليوم نقادو هاد المعسله، تجي سهله وبنينه. الا كتعرفوا البليغات اولا كلشي كيعرف البليغات، هذا شكل شويه بريستيج مودرن ومدخله فيه حتى الكركاع. المهم انا غادي نوريكم بالتفاصيل شنو درت، وراه ما كاينش شي واحد ما غاديش تصدق ليه الا تبعتوا الطريقه سهله ويستاهلوا يتجربوا، زوينين. هناك مزوقين بالججلان بيض، وهنايا مزوقين بالبيستاش في الجناب. المهم هادو هما المقادير اللي استعملت. انا غنقول لكم كلشي بالتفاصيل وبالغراماج، ولتحت غادي نكتب لكم كلشي بالديتاي. المهم في قصريه انا درت 500 غرام اللي هي نص كيلو ديال الطحين بيض، ودرت معاه ربعه ديال الججلان، 250 غرام ديال الججلان منقي، ما تحمروه ما حتى شي حاجه. من بعد غادي ندير تقريبا واحد نص معلقه ديال الملحه، غادي ندير خماره وحده، معلقه ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين، معلقه ديال القرفه، ودرت نص معلقه ديال المسكه حره، معلقه ديال الخل. غادي نحركهم. من بعد غادي نضيف 125 غرام ديال الزبده نوازيت. الزبده كنعبر واحد 170 غرام ولا 150 غرام، تندير هكا تتبقى تذوب حتى كتخرج كاع داك الحليب اللي منها اللون ديالها كيتبدل. اوكي، وكنعبر منها 125 غرام. هنايا درت كاس ديال الحليب دافي شويه، لحت فيه واحد شويه الزعفران حتى طلق، ونص كاس ديال الماء. درت فيه انا عندي الروح الزهر، داكشي علاش درت غير الماء. سينو الا عندكم ما زهر العادي غديروا نص كاس د ما زهر. انا حيت عندي الروح درت شويه، درت قطيرات في كاس، في نص كاس د الماء. صافي كتعجنوا العجينه ديالكم. انا جاتني زعما قد السوائل، قد هذاك الطحين اللي درت، ما زدت لا دقيق لا خصني الماء لا حتى حاجه. دلكتها مزيان. وهنايا غادي نقسمها. بغيتو ديروا دي بودان كبار، انا درت 5، جاوني 5، عبرتهم كاع في الميزان في الاخر قياس واحد. هنايا غادي نكورهم ونخليهم يرتاحوا، ونوجد الشيء الاخر اللي غادي نعمر في الداخل ديالهم. وهنايا خديت سيلبات، ولا تقدروا تاخذوا بلاستيكه باش تجيكم سهله في التسريح، ما تبقاش تلصق لكم في سطح العمل. صافي، وكان تنحاول ندلك بالدلاك، غير هي ما كتجيش بحال داك الفقاس الكركاع. تنديروا العجينه شويه رقيقه. هنايا مع الججله تقدر تقطع، تنخليو شويه السمك غليظ، نتوما غتشوفوا كتدلك. مازال غادي نرققها شويه. على هذا القياس هذا انا غناخذ البياض البيض، غير هكا ضربته بالفرشاة شي شويه، وغادي ندهن العجينه. من بعد غناخذ الكركاع نقسمه نصوصه، وغادي نبدا نستف الصف الاول. نحاول هكا نورك عليهم شويه باش يلصقوا في العجينه، حتى داك بياض البيض راه كيعاون. وغادي نلوي عليها، ونحاول نورك شويه على العجينه تشد في الكركاع باش ملي تكونوا كتقطعوا ما يتفرتش ليكم. تنديروا الدوره الاولى ونص، دوره ونص، وكنحبسوا ونعاودوا ندهنوا ببياض البيض.
من هذاك الجنب اللي طلعت ومن التحت حتى هو، باش هكا منين تكا على الكركاع تشد زعما تلصق. وغادي نعاود ندير تستيفه اخرى. تقدر تجيكم 2 صفوفه، تقدر تجيكم 3 على حسب. ولا ديك الصف الثالث تيدار غير ربع، يعني داك النص الكركاع كيعاود يتقسم من نص اخر. وكنجمع كنلوي وكنعاون نجمع باش يلصق على هذا، باش يلصق على باش يلصق الكركاع في العجينه. هنا درت غير 2 والاخرى غادي نكملهم 3 باش هكا كتشوفوا كل وحده كي تجي. هنايا تنحاول نحربل في نفس الوقت. كنحاول نجمع العجينه بيديا، حيت ملي كتحربلوها بلا ما تجمع كتبقى من الداخل كيبقى الهواء بين العجينه والكركاع، خاصها ضروري تزير مزيان. صافي هنايا غنشد الكوردون ولا شي ابره وتندق. نحاول نقاد العجينه من الجناب، غير هي هذه باش كتعجبني. في القلي ما كتشربش الزيت، وحتى العسل ما كتاخدش بزاف. باغ كونطخ غنحط لكم لسان الطير، خطيره هي بنينه واعره الصراحه تجي، ولكن تتشرب الزيت في القلي وكتاخد العسل بزاف. هنايا صافي كملت قياس الطرق اللي بغيت. نفس الشيء غندهن بيض البيض، نستف الكركاع عاوتاني. ندير الذره هادي دابا بحال قلتي النص نكمل دوره وندير نص دوره اخرى. ونعاود ندهن بيض البيض ونعاود نستف كريكيعات. حيت كنت درت هذاك العام وكنت بارطاجيت غير تصويره هكا في لي ستوري في انستغرام وحطيتها بوست وكيقولوا لي فين هو الفيديو بغات تحطي شي حاجه حطي الفيديو معاها. صافي قلت ارا ندير نمونطي الفيديو نحطو هكا ندير. انا حتى سديت وتفكرت بلي راه بغيت ندير تستيفه اخرى، هي هذه اللي قلت لكم طريفات غير صغارين. شتو كيوقع هنايا خرج واحد طريفه الكركاع تدارت العجينه من واحد الجنب تقبات. ماشي مشكل، غير تجمع عادي جدا ما غيوقع لها والو. انا تنحاول هكا نكاموفليها. صافي تنستمر هكا على دوك الكويرات ب5 حتى كنكملهم ب5 بهم. نعاود نتكها باش تنعاون ما تنفخش وتطرطق، وتنعاود نقادها. يجيوكم لي بودان قياس واحد قد هنايا الاخرى. حتى هي نفس الشيء.
عرفتي خليت لكم الفيديو شويه طويل، درت لكم لي ديتاي المملين. صافي هنايا كملتهم، درت بلاستيكه من تحت بلاطو، غنغطيهم من الفوق وندخلهم للفريغو تقريبا واحد ساعه ساعتين تتشد في راسها مع الزبده دغيا كتشد. صافي هنايا الموس يكون ماضي ولا الكيتور كي كنت وريتكم في الفقاس، وتنقطعه. الا كانت رقيقه بزاف كتجي قاصحه، وهي كانت غليظه كتجي مدقسه من الداخل كتبقى معجنه. شفتو كي عرفتي بحال داك الفقاس الكركاع بحالو. هنايا بغيتو ديروهم مايلين بحال هكا ديروهم، سينو بغيتو تقطعوهم بحال لي ديامون هكاك تيجيو صغيورين مدورين، حتى هي تديروها زعما كاع الاشكال كتجي زوينه. غير هو الا خليتو العجينه بزاف بردات في الفريغو، منين تخرجوها حين غتبدا تفردت، خليوها شويه ترتاح برا عاد بداو تقطعوا. صافي قطعت كلشي وخليته في نفس البلاطو بحال الفقيقسات. وهنايا غنشعل على الزيت سخن وغنبدا نحطهم. بسم الله. انا فاش غادي نستف كلشي غنخليهم واحد شويه غير يشدوا في راسهم، عاد غادي نبدا نقلب كل وحده بوحديتها. شفتوا تبارك الله، عرفتي غير كيبداو هكا كي كيشدوا في راسهم كيبدا يبان الكركاع، تيبان الجنجلان. شفتي واخا يطلق الجنجلان وتلقاوه في الزيت راه ماشي زعما عادي، حتى ما كيتحرقش. داكشي علاش قلت لكم ما تحمروهش قبل. والعسل ضروري خصو يكون ثقيل، تصايب واحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل. بقى حتى تنجربو كل نهار واش زعما هو هذاك، ياك ما خصهاش شي حاجه، ياك ما بداتي تكريستاليزا. صافي وخدمت به. صافي هنايا غادي نبدا نحيدهم، نستيهم شويه في واحد الشبكه حتى تهبط ديك يا رجاجي ما خفتي جاجي مبغيتش ترز. تديرهم انا وتندير واحد البابي من التحت باش يشرب بالزيت باش ما تخسرش ليا العسل. عاد كنديرهم في العسل. هنايا كي تقطروا لحتهم في العسل. شباك هذه اللعيبه المعسله سخونه والعسل بارد راه ثقيل. صافي هنايا تنخليهم. هذا هو الشكل النهائي كيجيو غزالين والله الا خاصهم يتجربوا بصحه والراحه.